دي اسهل واحلى طريقة ممكن تعملوا بيها التومية، كمان هنعملها زي بتاعة المطاعم بالظبط وكمان بكذا نكهة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج في الاول كوبايتين من اللبن او الحليب وعليهم 4 معالق كبار من النشا، وهنخلطهم كويس مع بعض على البارد. وبعد كده هولع عليها النار، وهي على النار هفضل اقلب فيها كويس لحد ما توصل بالقوام الكريمي ده. بعد كده هحطها في طبق واسيبها تبرد تماما، وبعد ما تكون بردت هتحسوا ان هي مسكت في بعض كلها بالشكل ده. وفي كب او خلاط هنحط الخليط اللي احنا عملناه ونحط عليهم ربع كوبايه من الحليب وربع كوبايه من الزيت واربع معالق كبار من المايونيز او الزبادي ومعلقه صغيره من الملح ونص ليمونه، وهنضيف عليهم كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم، وهنخلطهم مع بعض كويس وهيوصل في الاخر بالقوام ده. وبكده نكون جهزنا احلى واحسن توميه ممكن تجربوها زي بتاعه المطاعم بالظبط. هنبدا دلوقتي نعمل النكهات بتاعتها. انا حطيت هنا بابريكا وشطه وقلبتهم مع بعض كويس كده. احنا جهزنا اول نكهه. النكهه التانية حطيت معلقه صغيره من المستردة وقلبتهم مع بعض كويس كده. احنا جهزنا تاني نكهه، ودول احسن نكهتين انا جربتهم، طعمهم كمان خطير. والطريقه دي فعلا انا متاكده ان انتوا هتعملوها على طول، هتعجبكم قوي. كمان ممكن ناكلها مع شويه بطاطس، شويه فراخ ستريبس، مع الساندوتشات هتنفع جدا. ولو عجبتكم الوصفه قولي رايكم.